وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلي عليهم إن في ذلك لرحمة وذكر لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنثوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هذه قراءة الكسائي لكن فوت في فرش والحمد لله. هذه قراءة الكسائي لكن هي تظهر أكثر في عند الجمل التي تنتهي بالتاء المربوطة. يعني مثلا احنا ايش كان في بعض مثلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة يقف بكسر الحرف الذي يسبق مثلا في سورة النازعات أو مثلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم. قراءة القرآن جميلة والقراءات اللي يقرأها whoever reads Quran with قراءتي will see different يعني faces of يعني he will feel something different than the way he usually reads قراءة حفص عن عاصم. قرآن لا تفنى عجائبه. I can't translate this one.